من يريد المتعة فليذهب إلى السيرك. عنوان الأسبوع الثاني من الدوري المصري. قبل ما نبدأ شايك أو قهوتك واشرب ميه عشان صحتك ويلا بينا نبدأ. مهدي. يبدأ الأسبوع بماتش المودرن سبورت والاتحاد السكندري. لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم وتدخل ساذج من جنش على حسام حسن والحكم يحسب ضربة جزاء، يخش محمد هلال ويجيب الجول الأول. وقبل نهاية الشوط الأول كورنر لمودرن سبورت وعرضية من علي فوزي المتألق وهيد حلو قوي من محمود رزق يجيب بيه الجول الثاني لمودرن سبورت. الشوط الثاني الاتحاد كان شكله أحسن لحد في الدقيقة 90 مفادي فريد بيضيق الفارق بعد عرضية حلوة قوي من إسحاق سافيور، والجول كان حلو قوي من بدايته بصراحة. الماتش بيخلص 2-1 لصالح مودرن سبورت. عندي كام تعليق كده. ادم راجم لعيب حريف قوي، يعني لو خد فرصته هيبقى لعيب جامد قوي. ونادي الاتحاد يعني جمهور الاتحاد لو في منهم حد بيتابعني انتوا محتاجين صبر شويه على الفرقه لان هم ينسجموا مع بعض، لكن الفريق كويس. جنش لا يرتقي ان هو يبقى الحارس الاساسي بصراحه، ماتشين ورا بعض اداءين اوحش من بعض. صبحي سليمان كان حارس كويس، مش عارف ليه ما بياخدش فرصته. وبس ده كان كل حاجه على ماتش مودرن سبورت والاتحاد. ماتش سيراميكا وزد خلص 0-0 واتمنى الفرقتين دول ينقرضوا ومفيش اي حاجه اتكلم عنها يعني بصراحه. نروح لماتش الاسماعيلي وبيراميدز. الاسماعيلي بدا بدايه قويه وضيع انفراد. نادر فرج قدم اسوأ 7 دقائق شفتها لعيب كوره في حياتي، يعني ضيع انفراد وخد انذار وكان ممكن يطرد بس الحكم كان رهيب بيه شويه. هو تقريبا في حد عمل للاسماعيلي لان اللي بيحصل ده مش طبيعي، يعني زحلات مروان حمدي دي ما كانتش طبيعيه خالص. بطل السحر والشعوذه. قبل نهايه الشوط الاول بوب يجيب الجول الاول لبيراميدز لكن كان فيه اوفسايد. كورنر حلو قوي من مصطفى فتحي ومروان حمدي بهدي حلو يجيب الجول الاول لبيراميدز. مع دي دقيقتين وبلاتي توريه يطرد بعد الانذار الثاني وطرد مستحق بصراحه. الاسماعيلي بيحاول يتعادل لحد ما محمد جمال بيعمل تدخل غريب قوي وبيطرد عليه وطرد صحيح 100%. والماتش بيخلص 1-0 لصالح بيراميدز. انا بس عندي تعقيب بسيط، يعني هو سانتوس اللي احنا شفناه في الفيديوهات ده هو ده اللي البيراميدز اشتراه؟ يعني هل مثلا بعته خد توأم او ده خميس كاكا؟ والغريب برضه إن نفس الماتش اللي فات بيراميدز ووادي دجلة كان في طرد البيراميدز وطرد الوادي دجلة، المرة دي طرد البيراميدز وطرد الإسماعيلي، ففي سيناريو غريب يعني بس هو الفرق إن بيراميدز كسبت. نروح لماتش المصري وطلائع الجيش. الماتش بيبدأ وضغط من المصري لحد ما يجيب الجول الأول من صلاح محسن من عرضية حلوة قوي من دغموم المتألق بصراحة، ويخلص الشوط الأول 1-0. الشوط الثاني بيبدأ ومنذر طمين بيجيب الجول الثاني للمصري بعد غلط غريب قوي من كاماتشو. وبعد الجول ده المدرب هيثم شعبان بيخرج عمرو طارق وانفعل انفعال يعني مبالغ فيه. لكن بصراحه هو تبديل غريب من كابتن هيثم شعبان، يعني انت اللي غلط كان كاماتشو. عمرو طارق كان مقدم ماتش حلو قوي. عصام ثروت بيعمل تصدي عالمي بجد، يعني الكره دي ما كانش شبك. عصام ثروت برياكشن سريع قوي بيصد الكره والتصدي عالمي. وكلاكيت تاني مره لكن المره دي من مخلوف، جون حلو قوي 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 من محمد مخلوف راحت في ال90. انا مش عارف ده في ايه بصراحه، بس بسم الله ما شاء الله يعني عشان ما نحسدش حد، بس جون جامد قوي. ميدو جابر حط فاول حلو قوي لكن شعبان بيتالق. وفي اخر الشوط الثاني خالص كريم بامبو بيضيع كره غريبه قوي كانت ممكن تخلي الماتش 4-0 والماتش بيخلص والمصري بيكسب الماتش ده 3-0 باداء اكتر من رائع وما شاء الله ماشي بشكل كويس. وفي اليوم الثاني من الاسبوع الثاني كهرباء الاسماعيليه كان بيلعب بتروجيت. الماتش بيبدا سيطره من بتروجيت لحد ما احمد بحبح بيجيب الجول الاول لبتروجيت في الدقيقه الثانيه. كوره داخل منطقه الجزاء محمد مدحت حلف والله لن توقع يا اماضو والحكم بيحسب ضربه جزاء يخش بدر موسى يجيب بيها الجول الثاني لبتروجيت. بعدها بقى الفرقتين ضيعوا فرص غريبه قوي بصراحه، يعني انا والشوط الثاني وشكل تاني خالص. شيكا بيجيب الجول الاول لكهرباء اسماعيليه بجول حلو قوي بصراحه. وبعد دقيقتين سيف الخشاب بيجيب التعادل لكهرباء الاسماعيليه بعرضيه حلوه قوي من مارسيلو. بحبح لعب هيد حلو قوي لكن جت في العارضه. علي الجبري صد كرة من بدر موسى اللي ضيعها بشكل غريب قوي بصراحه. ارتدت بهجمه مرتده لكهرباء اسماعيليه وعلي سليمان يشوط لكن هادي رياض يحط رجله وعمل بلوك حلو قوي. الفرقتين قعدوا يضيعوا كور كتير قوي وفي البلس 90 كوره جول 100% بتروجيت لكن كريم يحيى بيعمل انقاذ عالمي. هو اي نعم ماتش هربان من الدرجه الثانيه لكن كان ماتش حلو بصراحه. نروح لماتش الاهلي وفاركو. بدايه متوازنه بين الفرقتين، جمله حلوه وعرضيه من محمد هاني وشريف بيجيب الجون الاول للاهلي. ثانيه واحده، عرضيه من مين؟ هاني؟ مش مصدق، مش معقول محمد هاني لاعب اوفر وجات جول. بعدها بكام دقيقه شوطه من شريف تخبط في تريزيجيه يجيب الجون الثاني. انا قلت 6-0 تاني ولا ايه، لكن الفار قال اوفسايد. بعدها عرضيه حلوه قوي قوي من بين رمضان وزيزو بيجيب الجول الثاني للاهلي. الشوط الثاني بيبدا وبن شرقي بيعدي حلو قوي يعمل عرضيه حلوه لزيزو اللي بيجيب الجول الثالث للاهلي. وكوره غريبه قوي 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 ما كانتش عايزه تخش وما كانتش عايزه تتشتت وشوبير بينقذها من الضربه الركنيه ومحمد فخري يجيب الجول الاول ويضيق الفرق لفاركو. وهو محمد هاني بيعمل ايه مع ضغط فاركو واندفاعهم لتضييق الفرق اكتر؟ باص حلو قوي من محمد هاني لجراديشار اللي بيروح
يروح يرقص شيكا ويجيب الجول الرابع للاهلي وبيموت الماتش. اخر الماتش محمد هاني شاف انه عمل كل حاجه في الكوره وقال كفايه كده انا اعتزل وراح مطرود وهو بيتبدل. الماتش بيخلص بفوز الاهلي 4-1. يعني عندي كام تعقيب كده، يعني يحتاج يخف كاريزما شويه. يعني سواء الانذار اللي اداه لشيكا وهو شيكا القائد بتاع فاركو هو له الحق انه يكلم الحكم، وبعدها امين عمر وهو بيشاور للعيبه انها تبطل كلام. يعني الاسلوب مش كويس خالص، ده مش اسلوب حكم. والانذار التاني لمحمد هاني بصراحه انا شايفها ان هي كوره مش مستاهله ان هو ياخد انذار تاني او طرد، يعني مش لازم عشان ترضي كاريزمتك تعمل كده. واحمد شعبان مدير فني الفاركو بدله، لقيته هو خارج راح مقطع التيشيرت. انت ليه يا ابني؟ انت الجونين من عندك اصلا، حتى الجون اللي اتلغى كان من عندك. يعني مش عارف هو متضايق من ايه. نروح لماتش حرس الحدود والبنك الاهلي. ادي ماتش تاني يا عم، هربان من الدرجه التانيه، لكن جون عالمي قوي من احمد الشيخ. يعني بصراحه ايه الاجوال الحلوه دي؟ يعني الدوري الموسم ده اجواله حلوه قوي قوي وطرداته كتير قوي. وفي اخر الشوط الاول انفراد ليسري وحيد، لكن فوزي الحناوي يشيلها من على الخط. اسامه فيصل ضيع كوره غريبه قوي، بعدها الزنفولي بيتالق طرد لمحمد جابر في اخر الشوط الثاني. وزي ما قلت لك الدوري المصري السنه دي جوال كتيره حلوه قوي وطردات كتيره قوي، وبيخلص الماتش 1-0 لصالح حرس الحدود. وفي اخر يوم من الاسبوع الثاني كان في 3 ماتشات. ماتش انبي ووادي دجله، ماتش كان متكافئ نوعا ما لحد في الشوط الاول. كوره في العارضه حلوه قوي من ابراهيم بهنسي، رفيق كابو بيجيب الجول الاول لانبي. وادي دجله حاولت تتعادل لكن الماتش بيخلص 1-0 لانبي. نروح لماتش سموحه وغزل المحله. الماتش كان حلو بصراحه، رتمه سريع والشوطات من بره 18 حلوه لحد ما في اخر 10 دقائق جريندو بيجيب ضربه جزاء، وجريندو بيقف عليها وخلاص هيشوطها لكن بيحطها في الساعه اللي في مبنى غزل المحله. نروح لاخر ماتش بين الزمالك والمقاولين العرب. يعني للعيبه انت مش لازم تضرب اللاعب الحريف عشان توقفه، سواء زيزو عبد الرحيم دغموم. يعني انت مش لازم تضرب اللاعب الحريف، في طرق توقفه بيها عادي، انما مش تضربه لان ده غباء. وانت مش هتستفاد حاجه لما تصيبه وترجع تزعل وتعيط تقول لا ما كانش قصدي ومش عارف ايه. لا يعني ليه؟ وكمان يعني انا مش سوري، انا مش عايز اتفرج عليك انت، انا عايز اتفرج على لعيبه كوره، مش عايز اتفرج عليك انت. تاني حاجه الدوري ده فيه كميه كروت حمراء مش طبيعيه. احنا في اول جولتين تقريبا قفلنا عدد الكروت الحمراء اللي كانت في السنه اللي فاتت تقريبا. يعني انا مش عايز، يعني مش معايا المعلومه بشكل دقيق، بس بجد يعني اوفر قوي الكروت الحمراء. اغلبيه الفرق يعني لازم تنزل درجه تانية بجد. يعني انا مش شايف فرق من دول ترتقي انها تلعب دوري ممتاز. انا مش شايف متعه في الدوري، انا شايف الفرق كلها شبه بعض. وبس كده، عايزك تختار بقى ايه هو جول الاسبوع، جول محمد مخلوف في طلائع الجيش ولا جول احمد الشيخ في البنك الاهلي. وتشكيله الاسبوع من وجهه نظري الزنفولي في حراسه المرمى عمل ماتش حلو قوي. باك يمين علي فوزي عامل موسم كويس قوي قوي ولازم تتابعوه. السنتر باكس بارن محمدي وياسين مرعي. باك الشمال جوزيف اوتشايا عمل ماتش جامد قوي. نص الملعب محمد مخلوف ومحمد بن رمضان ومحمد شحاته. وفي قدام زيزو ودغموم ومنذر طمين. طبعا انا كنت هحط في الباك اليمين محمد هاني، لكن بجد هو محمد هاني عمل في حاجات غريبة قوي. يعني محمد هاني عمل اسيستين 10 على 10 وكان عامل ماتش حلو لحد ما في اخر الماتش اتطرد. يعني وعمل كرة الجول دي برضه هو بيتحمل جزء من الجول دوت. فبصراحة انا مش عارف، يعني ما قدرتش احطه في التشكيلة بصراحة، خصوصا بعد الطرد اللي حصل، مع ان انا مش عارف هو اتطرد ليه. برضه الطرد غريب جدا. وبس كده وصلنا لنهاية الفيديو، واتمنى يعني فاهم تشير لاصحابك بقى. انت فاهم يعني صيتني شوية، انا بعمل لكم فيديوهات اهو كتير. لو حابب نتكلم عن انستجرام اعمل لي فولو. يعني عايزين نوصل 10000 بقى، ابعت لاصحابك فاهم. وانت لو جديد اعمل سبسكرايب. يعني انت فاهم طالما الفيديو عجبك وصلت لهنا يبقى الفيديو عجبك. وبس كده، يا رب دايما تكونوا بخير. السلام عليكم. نهايتي دي قصة